السلام عليكم. اليوم سنتحدث عن محمية طبيعية في مصر وهي محمية وادي الريان. يا ترى ما أصل اسم وادي الريان؟ سميت بهذا الاسم نسبة إلى ملك اسمه الريان بن الوليد، عاش في المنطقة مع جيشه فترة يسقي المياه من الينابيع الطبيعية في المنطقة. واتفق البدو على هذا الاسم، والذي وجد أن له أصول مصرية قديمة، كما وجد في بردية العالم جولين تشيف، والذي أكد هذه المعلومة هو العالم جيكيان. ويرى بعض الباحثين أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان في القرنين الأول والثاني، وكان ذلك الجزء من أراضيها مزروعا. اسم وادي الريان يتكون من مقطعين لا يتطابقان مع الواقع الحقيقي، لأنه منخفض مغلق من كل جانب ولا يعتبر واديا، ولأن كلمة الريان تعني مشبع بالماء، في حين أنه صحراء أي لا يوجد ماء، ولهذا السبب يعتقد أن التسمية جاءت على النقيض من ذلك، كما قال الدكتور جمال حمدان في كتابه شخصية مصر. تقع محمية وادي الريان في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة الفيوم، على بعد حوالي 40 كيلومترا من مدينة الفيوم، و150 كيلومترا من القاهرة. ويتراوح عمق البحيرة التي تنشأ عن مياه وادي الريان هناك من متر واحد إلى 18 مترا، ويوجد بها حوالي 1100 مليون متر مكعب، أي عمق بحيرة قارون 2.5 مرات. يتكون وادي الريان من بحيرتين، الأولى بمساحة 35 ألف فدان والسفلى بمساحة 25 ألف فدان، بما في ذلك منطقة الشلالات التي تربط بين البحيرتين. وتتزايد مساحة هذه المسطحات المائية أو البحيرات المائية بشكل مستمر، وأيضا منطقة عيون الريان جنوب البحيرة السفلية. أول من فكر في الاستفادة من مياه وادي الريان هو محمد علي باشا، وكان الحكام سنوات بعد سنوات يكلفون مهندسين أجانب فرنسيين وإنجليز، ومن ثم الأمريكان، بالعمل في مشاريع تخزين مياه فيضان النيل في وادي الريان، أو تحويل مجرى النيل عن طريق حفر قناة من النيل إلى وادي الريان. ولكن بعد ذلك التفكير في السد العالي ألغى فكرة استخدام وادي الريان كمنطقة مخزن للمياه. وينخفض الوادي عن مستوى البحر الأبيض المتوسط ب46 مترا، أي تحت مستوى بحيرة قارون بحوالي 1 متر، مما أتاح تصريف مياه الأراضي الزراعية الجنوبية بالفيوم إلى وادي الريان، وأدى ذلك إلى بحيرة بمساحة كبيرة تبلغ حوالي 400 كيلومتر مربع، وذلك لحل مشكلة المياه الناتجة عن صرف المياه الزائدة في الزراعة وحل مشكلة المياه الجوفية. وتم الانتهاء من المشروع في مارس 1973. وكان المشروع عبارة عن مد قناة من الفيوم إلى الريان بطول 9 كيلومتر ونصف، وكذلك حفر نفق تحت التربة بطول 8 كيلومترات وقطر 3 أمتار لنقل مياه الصرف الزائدة. وأدى هذا المشروع إلى تحويل الفيوم لأول مرة من الصرف الداخلي إلى الصرف الخارجي، كما نتج عنه تحويل وادي الريان من منخفض جاف تحت مستوى سطح البحر إلى بحيرات صناعية داخلية، حتى لو ظل سطحها تحت مستوى سطح البحر. وتأتي بعد بحيرة ناصر التي شكلها الإنسان المصري عند السد العالي. وأدى ذلك أيضا إلى تغيرات جوهرية في نظامه البيئي، سواء نمت الحيوانات أو النباتات أو الطيور أو الحشرات، تخلق غابات الأعشاب حول الشاطئ، مناطق للأسماك والطيور المائية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت هذه المنطقة بعد أن كانت جزءا من الصحراء الغربية مكانا يقصده الإنسان مثل الصيادين. كما توجد في صحراء وادي الريان حياة نادرة ومثيرة، بالإضافة إلى حفريات لمخلوقات بدائية عاشت هنا في الماضي البعيد، وجميعها تستحق التقدير والحماية. ويتميز وادي الريان ببيئته الصحراوية المتكاملة من كثبان رملية وينابيع طبيعية وحياة نباتية متنوعة و15 نوعا متنوعا من الحيوانات البرية، أهمها الغزال الأبيض، الغزال المصري، ثعلب الفينيك، ثعلب الرمل، الذئاب.
هناك أيضا عدة أنواع من الصقور. وبالإضافة إلى الحفريات البحرية، تعتبر منطقة الشلالات في وادي الريان إحدى مناطق الرياضات البحرية المتنوعة. ومن المشاهد التي يصعب على المرء نسيانها هو التباين بين زرقة مياه البحيرة ورمال الصحراء. مع خالص تحيات القلبية، عصام جلال.